الله ونعم الوكيل. يعني ماشي بعيد، راه كبار الفنانين اللي سبق. بالصوت والصورة، وأسفا ستشاهدون دموعا وبكاء لأشرف حكيمي ونزهة الركراكي لحظة زيارة أشرف حكيمي ابن المغرب البار الذي عرف بالعطاء. وتفعيل زر الجرس الرمادي. إخوتنا المغاربة محبين ومتابعين، هيا نتابع هذا الفيديو الدقيق عن أشرف حكيمي ونزهة الركراكي، وأول فيديو لسعد المجرد من داخل القفص وهو يقف خلف القضبان ويصوره شخصا ليرسل الصورة ويطمئن والدته عليه، وهو لا يعلم أن هذا يحد من حدة الألم بداخل قلبها. متابعينا، دعونا نتحدث معكم باللهجة العامية المصرية فأنتم تحبونها. متابعينا الأعزاء، أشرف حكيمي ابن المغرب البار اللي وقف جنب سوريا في محنتها وتبرع بجزء من المال لينقذ الأطفال تحت أنقاض سوريا وتركيا. اليوم أشرف حكيمي بجانب نزهة الركراكي داخل المستشفى يطمئنها على سعد المجرد ويقول لها سيخرج إن شاء الله وهو بأفضل حال، فأنا بجانبه ولن أتخلى عنه أبدا حتى يخرج من هذه القضية، فأنا أعلم جيدا أنه ظلم فيها وإن من الظلم لكثيرا في الدنيا. متابعينا، هذا كلام جميل من أشرف حكيمي، ولكن حقيقي بجد من جوه قلوبنا كلنا وإحساسنا. سعد المجرد عمل كده، اغتصب فتاة وضربها بالشكل ده، ولا البنت دي بتكذب، ولا ايه الموضوع بالظبط؟ متابعينا محدش عارف بجد، لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع على ده وهو اعلم، ولكن للأسف الشديد صدقت المحكمة هذه الفتاة وأمر